عندنا انواع كتير من المهارات، مهارات مكتسبة ومهارات اساسية ومهارات حركية، وكمان عندنا مهارات دفاعية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. معنا اليوم اللاعب بكرنيو ابن المدرب الكبير الموهوب الكابتن محمد بكر. هدفنا اليوم التوافق، وعندنا كمان اهداف بتخدم هدفنا الرئيسي، والهدف اللي بيخدم هدفنا الرئيسي المهارة الدفاعية. بكرنيو شغال على التوافق وما عندوش اي مشكلة. هنشوف بكرنيو في اثناء تنفيذ المهارة. قرار توقيت اداء استحواذ، والتنفيذ مع بكرنيو اكثر من رائع. وعلشان تنجح هدفك لازم تركز على النقاط الفنية. عندنا نوعين من النقاط الفنية، عندنا نقاط اساسية اجبارية، وكمان عندنا نقاط بتتاخد بالتدرج. عندنا هنا النقاط الاجبارية: اخذ القرار والعمل على مشط القدم والتوقيت والاداء. دور اللاعب التركيز والتنفيذ، وكمان درجة الاستيعاب لازم تكون عنده عالية اثناء التنفيذ. اللاعب عليه دور وانا كمدرب اكيد علي دور. نجاح العمل عامل مشترك بيننا احنا الاتنين. التقييم دوري انا كمدرب. التصور البصري، وده كان اول محطة عندي في التقييم. والمحطة التانية النظرة الفنية. متعة الاداء مع بكرنيو اثناء تنفيذ المهارة الدفاعية. قرار توقيت اداء استحواذ، دي اهم المراحل اللي بتمر بيها المهارة الدفاعية. اداء اكثر من رائع مع بكرنيو اثناء التنفيذ. كتير بيقول ان السرعة عمرها ما تتحسن، بفضل الله نقدر نحسن ونزيد من سرعة اللاعب. كل التحية والتقدير لاخويا وحبيبي المدرب الكبير الموهوب الكابتن محمد بكر. شكرا للمدرب الشاطر الكابتن احمد صابر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. دمتم في حفظ الله، وتحياتي ليكم وعلى الله التسهيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.